بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، كيف أحوالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. دائما مع الوصفات، اليوم جبت لكم وصفة كيكة المول العجيب، وصفة رائعة جدا. كيك يومي يصلح لفطور الصباح وأيضا قهوة العصر. والآن راح نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندي ملعقة من الكاكاو، 3 بيضات، وعندي 2 خميرة كيميائية، كأس حليب، كأس زيت، وكأس سكر. عندي فانيليا وأيضا فرينة أو الطحين. درك نجيب الصحن تاعي، نوضعو البيض، وأيضا راح نوضع السكر، كأس نقص أصبع من السكر. نحرك هذه المكونات مليح حتى تمتزج مع بعضها البعض باش يذوب السكر مع البيض. نزيد نخلط ونضيف دركا راح نضيف لها عطر الفانيلا، تقدروا تضيفوا عطر ايضا الشوكولا وايضا عطر الكراميل لانه يتماشى مع ذوق الشوكولا. نحركه مليح. بعد ما حركتها درك نضيف الزيت، نضيف الزيت بالتدريج كما تشوفوا في الصورة هكذا حتى نكمل جميع الزيت اللي في الكأس. نخلطه مليح هكذا باش يمتزجنا هذا الزيت مع المكونات الأخرى. وراح درك نضيفه الحليب. الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة. نخلطه مليح أيضا هذا المكون. يعني هذه الكيكة تجي رائعة جدا خفيفة. درك راح نضيف الكاكاو. عندي ملعقة كبيرة مملوءة مليح من الكاكاو. لازم الكاكاو يكون جيد ماشي هذاك المر. نضيف الخميرة الكيميائية. عندي 2 كيسان خميرة كيميائية بوزن 10 غرام. نغرب لهم مليح باش تتنحى هذيك الحبيبات اللي تجي فيهم. ونخلط هذه المكونات. درك راح نضيف الفرينة. الفرينة لازم تكون مغربلة باش تنحى هذيك الحبيبات اللي فيها. ايضا عندي هنايا 3 كيسان من الفرينة. نخلط الفرينة جيدا حتى تتخلط مليح مع المكونات الأخرى السابقة. الخليط تاعي أصبح واجد كما تشوفوا في الصورة، كي تشوفوه يكتب هكذا يعني أنه واجد. دروك راح نخليه جانبا ونجيب المول تاعي. هذا هو المول تاع المول العجيب. ندهنه بالزيت جيدا كما تشوفوا في الصورة، ونجيب الفرينة أو الطحين وراح نرشو به هذا المول باش ما يلتصق لناش هذاك الكيك كي نديروه في الفرن يطيب. هكذا دوروا هكذا وحتى تديروا الفرينة كامل في جميع هذا المول كما تديروا لي مول الاخرين تاع الكيك. نكمل هكذا من جميع النواحي تاع المول تاعنا. نجيب دركا الخليط اللي درناه، راح نعليو الصحن تاعنا للأعلى كما تشوفوه باش يجي الكيك تاعنا من داخل خاوي وخفيف روعة، يجي رائع جدا. هكذا نفرغ جميع الخليط تاعي في هذا المول، مول العجيب. الفرن يكون ساخن على درجة حرارة 180 درجة. نخليه حتى ينضج من التحت وأيضا من الأعلى، لأنه هذا ما تشعلوهش من الفوق، ينضج من التحت وينضج في نفس الوقت من الأعلى. ونخرجوه. وهذا هو الكيك تاعي بعد ما طاب. لازم ديروا له الموس باش تعرفوا اذا طاب من الداخل ولا لا. درك راح نقلبوا في الصحن كما تشوفوا. هذا
الكيك راهو سخون بالبزاف، ما قدرتش نهزو. هكذا راح نحيه من المول تاعو. شوف كيف ما تنحى لي هاد الكيك من المول بكل سهولة. شوفوا كيف ما جا رائع جدا. دروك راح نخليه جانبا ونوجدوا الكريمة. عندي هنايا الحليب، عندي 3 كيسان من الحليب بهذا الكاس اللي كيلت به. عندي 2 ملاعق من السكر، وأيضا عندي 3 ملاعق من المايزينا. نخلط هذه المكونات مع بعضها البعض، ونضيف أيضا الكاكاو. عندي هنايا ملعقة من الكاكاو الحلو. نضيف أيضا عطر الشوكولا، وتقدروا تضيفوا عطر القهوة أيضا. نحرك هذه المكونات مليح ونوضعها فوق النار، نبقاو نحركوا فيها حتى تعقد لنا هذه الكريمة باش ما تلتصقناش في القصرونة. بعد ما عقدت الكريمة تاعنا درك نضيف لها نصف علبة من الشوكولا اللي تحبوها. نخلطها مليح حتى تذوب لنا هذه الشوكولا. جبت الكيك تاعي، درك راح نوضع فيه هذه الكريمة الرائعة جدا، رائعة المذاق. تستعملوها لأي كيك عندكم لأنها فعلا تستحق التجربة. نوضعها هكذا في الكيك تاعي، وراح نخليها حتى تبرد جيدا. جبت شوكولاتة الطلاء وراح نزين بها هذا الكيك من كل الجوانب. التزيين اختياري، تحبوا تزينوا بأي حاجة عندكم أو موجودة في المنزل. أنا درت لها هاد الشوكولا. راح نزين هذه الكيكة بالكاكاو بذوق البيستاش. تقدروا تزينوها بنواد كوكو، تقدروا أيضا تزينوها بحبيبات الشوكولا، والتزيين يبقى اختياري حسب الرغبة تاعكم. حكمت هنايا بوش وضعت فيها شوكولاتة الطلاء، ودرك راح ندير خطوط لهذه الكيكة، كيك المول العجيب. هكذا نكمل هذا التزيين، وراح نرجع لكم بعد قليل. وهذا هو الكيك تاع المول العجيب، جا رائع جدا، مليح لفطور الصباح وقهوة العصر، وأيضا لضيوف الغفلة. يعني توجد في دقائق معدودة وما يتطلبش المجهود الكبير منكم. أتمنى أنه الفيديو هذا عجبكم ونال إعجابكم، وأنكم تابعتوني من أول باش تشوفوا كيف ما ديروا هذا الكيك. للمشاهدين الجدد نقول لهم أتمنى أنكم تابونيو في القناة تاعي باش يوصلكم كل جديد بضغط على زر أبوني وتفعيل الجرس أيضا، والضغط على زر لايك أو جيم باش ترفع المشاهدات تاعي. وللمزيد من المعلومات روحوا زوروا قناتي في اليوتيوب هبة ملبو كويزين، وأيضا صفحتي في الفيسبوك هبة ملبو كويزين، وأيضا الجروب تاعي هبة ملبو كويزين في الفيسبوك. نقولكم إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.